بصوا خلونا نتكلم بصراحة. عارف ايه اكتر حاجة واقفة في طريقك كمهندس فريلانسر او صاحب مكتب هندسي؟ عارف الاحساس لما تلاقي مكاتب بتاخد مشاريع اكبر مع ان مستواهم اضعف؟ لما تلاقي نفسك بتشتغل ساعات اطول وبتاخد فلوس اقل؟ كتير مننا بيفتكر ان المشكلة في نقص المهارة او الخبرة او مثلا نقص العلاقات، بس الحقيقة مختلفة تماما. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ انا محمد الدجله، مؤسس منصه بلانويا، والنهارده جاي اكلمكم عن اكبر مشكله بتواجه المهندسين دلوقتي، وهي التسويق. للاسف يا جماعه احنا كمهندسين مش فاهمين تسويق صح، وبالتالي مش عارفين نطبقه، فبيتحول لكابوس حياتنا، مع انه في الحقيقه هو السلاح السري اللي ممكن يخلينا بنفس مستوانا وقدراتنا نوصل لناس اكتر ونبيع باسعار اعلى ونحسن جوده شغلنا كمان. وده مش مجرد كلام نظري، ده واقع بنشوفه كل يوم في نجاح المكاتب الهندسية اللي عرفت تستخدم التسويق بالطريقة الصحيحة. تعرف ان كل مهندس فينا عنده قوة خارقة مش واخد باله منها، وهي اننا متدربين على التفكير المنطقي وحل المشكلات وتحليل الارقام. المهارات دي مش مجرد ادوات هندسية بس، دي اسلحة قوية في عالم التسويق. لما بنطبق نفس المنهجية العلمية دي على فهم التسويق وسلوك العملاء وإدارة الحملات الإعلانية بنقدر نوصل لنتائج جبارة، والحاجات دي بالظبط هي اللي بتخلي التسويق ناجح، مش مجرد كلمتين حلوين على السوشيال ميديا ولا فيديو ترندي على التيك توك. عارفين المشكلة الحقيقية فين؟ المشكلة ان المهندسين بيحاولوا يقلدوا المسوقين وصناع المحتوى، وبيحاولوا يتصرفوا بطريقة مش طبيعية بالنسبة ليهم، بيحاولوا يقلدوا اسلوب كلام مختلف ويعملوا محتوى زي اللي شايفينه على السوشيال ميديا، وبينسوا القوة الحقيقية اللي عندهم. المفروض تفهم ان نجاحك في التسويق مش محتاج تمثيل ولا تقليد، مش محتاج انك تبقى مشهور على تيك توك ولا تعمل ريلز كل يوم على الانستجرام. اللي محتاجه فعلا هو انك تتكلم لغة بيزنس من غير ما تسيب لغة الهندسة، وتستخدم خلفيتك العلمية والتقنية كميزة مش عائق. طب يعني نعمل ايه؟ ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ بصوا، اولا وقبل اي حاجة لازم تكسر الحاجز النفسي وتفهم ان مفيش اي تعارض بين كونك مهندس محترف وبين انك تعرف تسوق لشغلك بشكل احترافي. الموضوع مش يدا يدا، انت ممكن تكون الاتنين وتتفوق فيهم. ثانيا، مش محتاجين نقلد حد ولا نحاول نتصرف بطريقة مش طبيعية، احنا عندنا اسلوبنا الخاص وده هو سر تميزنا. المنهجية العلمية والدقة في التفكير اللي اتعلمناها في الهندسة ممكن تكون اقوى سلاح في التسويق. ثالثا بقى، ودي اهم نقطة، وهي اننا نستخدم الاستراتيجيات التسويقية الصحيحة اللي تناسب طبيعة البيزنس بتاعنا. ببقى حزين جدا لما بشوف المكاتب الهندسية حرفيا بترمي وقتها وفلوسها على الارض، وتلاقي كتير من المكاتب الهندسية بتركز مثلا على البراندنج بس، او تستخدم اساليب تسويقية تقليدية قديمة ملهاش اي علاقة بطبيعة شغلهم ولا حجم مكاتبهم ولا حتى احتياجات السوق الحقيقية. المشكلة ان الاساليب دي مش بس مكلفة، ولكن كمان بتاخد وقت طويل جدا عشان تجيب نتائج، ده ان جابت نتائج اصلا. هفضل اكررها واقولها 100 مرة، المهندسين الفريلانسرز والمكاتب الهندسية محتاجين يركزوا على الدايركت ريسبونس ماركتنج، يعني التسويق اللي بيجيب نتائج سريعة وملموسة وقابلة للقياس. محتاجين نشوف عائد على كل جنيه بتصرفه بالتسويق. للأسف السوق حاليا مليان تشويش ومعلومات متضاربة، وكتير من المكاتب مش فاهمة الفرق بين الأساليب المختلفة ولا عارفة تختار الأنسب ليها. بس ما تقلقوش، بإذن الله كل ده هيتغير قريب. في الفترة اللي جاية هنبدأ في بلانويا نتكلم بالتفصيل عن كل حاجة تخص التسويق للمهندسين، وهنركز بشكل خاص على الدايركت ريسبونس ماركتنج، وهو نوع من التسويق بيركز على تحقيق استجابة فورية من العميل المحتمل بتاعه. يعني بدل ما تصرف فلوس كتير على حاجات زي البراندنج والإعلانات العامة كده في المطلق، هتتعلم ازاي تستهدف العملاء المناسبين مباشرة وتقدم لهم عروض محددة تقنعهم وتخليهم يتخذوا قرار سريع. هنشرح بالتفصيل ازاي تعمل حملات تسويقية مباشرة ناجحة، بداية من اختيار الرسالة التسويقية المناسبة لتحديد القنوات الأنسب للوصول لعملائك لحد قياس النتائج وتحسينها. وهنتكلم عن أدوات زي اللاندنج بيجز والإيميل ماركتينج والسيلز فانلز وازاي تستخدمهم بطريقة علمية ومدروسة. وهنتعلم سوا بإذن الله ازاي نستخدم البيانات وتحليل البيانات في التسويق، ازاي نبني كمان استراتيجيات قابلة للقياس، وازاي نوصل للعملاء المناسبين. ومش هنضيع وقت في نظريات، هنركز على التطبيق العملي والنتائج الملموسة، وهنشارك أمثلة حقيقية من مكاتب هندسية نجحت في تطبيق الاستراتيجيات دي. كل ده
واحنا بناخد بس من العلم ده ما يناسبنا كمهندسين وما يكفينا، وبالطريقة اللي بتتناسب مع عقليتنا الهندسية المنظمة. مش هنغرق نفسنا في نظريات تسويقية معقدة، ولا هنضيع وقتنا في تفاصيل مش هتفيدنا، لان هدفنا اننا نطور مهاراتنا التسويقية بشكل متوازن من غير ما نبعد عن جوهر شغلنا ولا نتوه عن هدفنا الاساسي وهو اتقان مهنتنا الهندسية. فاكر لما كنا زمان بنذاكر للكلية وكانت الحاجات بتبان في الاول صعبة كده ومعقدة، وبعدين مع الوقت والممارسة بنكتشف انها منطقية ومترابطة؟ كل حاجة ليها اساس علمي. التسويق بالظبط كده، في الاول هيبان ملخبط كده شوية، بس مع الفهم الصح والتطبيق المنظم هنلاقي ان هو مجرد مجموعة من المبادئ والخطوات المنطقية اللي نقدر نطبقها باسلوبنا الخاص كمهندسين ونحقق منها نتائج رائعة. انا متحمس جدا ان ابدا الرحلة دي معاكم من خلال بلانويا، لانه بعد ما درست التسويق وطبقته على مدار 16 سنة في شغلي وشركاتي، وبعد دراستي كمان في ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال والقيادة الاستراتيجية، أخيرا هشارك معاكم كل اللي اتعلمته في البيزنس والتسويق، وننطلق بقى في تطوير المهنة الهندسية كبزنس له أصول وقواعد تخلينا نبدأ نحصد بقى ثمار مهنتنا وناخد خطوات جادة في طريق النجاح بإذن الله. تابعونا الفترة اللي جاية، وبإذن الله نساعد بعض كلنا إننا نحقق نجاحات جبارة في السوق المعماري. الله المستعان.